الحمد لله العزيز الغفار الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، وأرسل الجبال وأجرى الأنهار، صورنا فأحسن صورنا، وجعل لنا السمع والأفئدة والأبصار. نحمده تبارك وتعالى حمد المتقين الأبرار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، الملك فوق كل الملوك، القوي الجبار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المختار، إمام المتقين والأبرار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أحبة الكرام، أحباب الحبيب محمد، يطيب اللقاء بنا في 5 عناصر. العنصر الأول: الهجرة النبوية مدرسة متجددة ومنهج حياة. أحبة الكرام، الهجرة مشروع للأفراد والأمم، كانت انتقالا من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين، ومن ضيق الاضطهاد إلى سعة الدعوة. يقول الإمام الحافظ ابن حجر: الهجرة الترك، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه من غيره. وكانت الهجرة تختص بالانتقال إلى المدينة، إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص، وبقي العموم، أي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقالت: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال أهل العلم: انقطعت هجرة الأبدان وبقيت هجرة القلوب والأرواح. والقرآن الكريم حينما نادى البشرية بقوله تعالى: ففروا إلى الله، قال الإمام الطبري: فاهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان به واتباع أمره والعمل بطاعته. ومن هنا يتبين أن الهجرة هي انتقال من حال إلى حال، ولهذا وسع النبي صلى الله عليه وسلم مفهومها فقال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أحبة الكرام، بعد 13 عاما من الدعوة في مكة، تحمل خلالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألوان الأذى والاضطهاد. أذن الله تعالى بالهجرة إلى المدينة، وقد حفظت لنا كتب السيرة مشاهد خالدة من هذا الحدث العظيم، فمنها خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، ودخل في غار ثور حين وصل المشركون إلى باب الغار. عندها قال أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. قال النووي: فيه بيان عظيم توكل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، وهي من أجل مناقبه رضي الله عنه. وقد خلد القرآن هذا الموقف العظيم بقوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومن هنا أصبحت الهجرة نقطة التحول التي انتقل بها الإسلام من مرحلة البلاغ الفردي إلى مرحلة بناء الدولة والأمة والحضارة. يقول إمام البصيري رضي الله عنه: ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ضبابها والظباء، وسلوه وحن جزع إليه وقلوه ووده الغرباء، أخرجوه منها وأواه غار وحمته حمامة ورقاء، وكفته بنسجها عنكبوت ما كفته الحمامة الحصاء. أحبة الكرام، ننتقل العنصر الثاني: الهجرة بناء للعقيدة والإيمان. أحبتي، من أهم الدروس التي تقدمها الهجرة ترسيخ معنى اليقين بالله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقد أحاطت به الأخطار من كل جانب لم يفقد لحظة واحدة ثقة بربه، بل كان قلبه ممتلئا بالسكينة والطمأنينة. لقد علمتنا الهجرة أن المؤمن قد
تضيق به الأسباب ولكن لا تضيق به رحمة الله. وعلمتنا أن النصر يبدأ من الثبات على المبدأ لا من كثرة العدد والعدة. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الإمام القرطبي: أي من فوض إليه أمر كفاه ما أهم. وقيل: أي من اتقى الله وجانب المعاصي وتوكل عليه فله فيما يعطيه في الآخرة من ثوابه كفاية. وعلمتنا أيضا الحفاظ على الأوطان. قال العلامة الدكتور البوطي: لقد كانت أي الهجرة بحسب الظاهرة تركا للوطن وتضييعا له، ولكنها كانت في واقع الأمر حفاظا عليه وضمانة له. إن الهجرة إلى الله تعالى واجبة على الدوام. وقد قال سيدنا سهل التستري: الهجرة فرض إلى يوم القيامة، من الجهل إلى العلم، ومن النسيان إلى الذكر، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الإصرار إلى التوبة. كان الفضيل ابن عياض رحمة الله عليه يقطع الطريق، أي كان قاطع طريق، وكان فاسد وكان عاصي، فهداه الله إلى طريق الخير فهاجر وترك المعصية. هاجر الفضيل بن عياض من خرابات المعاصي إلى جوار البيت الحرام، لقد لقب بعابد الحرمين رضوان الله عليه. أحبة الكرام، العنصر الثالث دروس نتعلمها من الهجرة. أول درس التضحية. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطر إلى مغادرة بلده الذي ولد فيه وترعرع وترك أقربائه وعشيرته، فقال وهو يغادرها بنبرة من الحزن: والله إنك لخير أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهذا الصحابي صهيب الرومي فعل بطولات عظيمة لا تنسى. كان رجلا فقيرا اشتغل بالتجارة وسافر إلى بلدان كثيرة، ومن بين المدن التي سافر إليها مكة، وهناك كثر ماله فأصبح غنيا ثريا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم صهيب، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد صهيب أن يهاجر، وتذكر لنا كتب السيرة حينما هاجر صهيب أنه خرج من مكة وأراد أن يلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، فخرجت له قريش ثم قالوا له: أين أنت ذاهب يا صهيب؟ قال: أهاجر في سبيل الله مع رسول الله. قالوا له: جئتنا صعلوكا فكثر مالك بيننا، إن أردت الخروج فاترك مالك كله. فقال لهم: أرأيتم لو تركت لكم مالي أتتركوني وما أريد؟ قالوا: نعم. قال لهم: خذوا كل مالي. أخذ القرار في ثانية وترك كل ماله. بعدما كان مليونير، بعدما كان غنيا، ترك كل شيء لله ولرسوله. ثم قال لهم: أخرج؟ قالوا له: والناقة التي تركبها، أي أيضا اترك الناقة التي تركبها وسر على قدميك. فترك الناقة. فقال لهم: أخرج؟ قالوا له: والعباءة التي عليك، أي حتى ملابسك، اخلع ملابسك. فقام بخلع ملابسه وتركهم. تخيل إنسان من دقيقة كان أغنى الناس ثم بعد ذلك لا يملك شيء. لماذا؟ لأنه ذهب مهاجرا إلى الله ورسوله. خرج سيدنا صهيب مبتسما، ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم له لاستقباله، ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وأنزل الله تبارك وتعالى في قرآن يتلى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أحبة الكرام، من الدروس أيضا عدم اليأس. لقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مدة من الزمن يدعو قومه إلى الهدى، فما آمن له إلا قليل، بل عاش الاضطهاد والنكال وعذب هو وأصحابه، فلم يكن ليثنيه كل ذلك عن دعوته، بل زاده إصرارا وثباتا. أحبة الكرام، أيضا من الدروس حسن الصحبة، وتجلت في أبهى صورها مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي ذهب كثير من المفسرين إلى أنه هو المقصود بقول الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به.
فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدق أن يكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت عائشة رضي الله عنها فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من الفرح، أو يبكي يومئذ من الفرح. وعندما خرج معا كان أبو بكر يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في ترصد الأمكنة حتى لا يصيبه أذى، فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، فكان نعم الرفيق. رواه الحاكم في المستدرك. أيضا من الدروس يا أحبة الكرام إتقان التخطيط وحسن توظيف الطاقات. إن الهجرة تعلمنا كيف يؤدي التخطيط الجيد دوره في تحقيق النجاح. فالصديق قبل الطريق، والراحلة تعلف فتجهز قبل 4 أشهر وبسرية تامة. علي بن أبي طالب يكلف بالنوم في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحبة الكرام أسماء بنت أبي بكر تقطع من نطاقها قطعة وتربط بها فبالجراب، فذلك سميت ذات النطاقين. وكذلك الأطفال، سيدنا عبد الله بن أبي بكر ينام عند النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، ثم بعد ذلك عند الفجر يذهب إلى مكة فيعلم الأخبار ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره. كذلك أحبة الكرام الراعي عامر ابن فهيرة يسلك بقطيعة طريق الغار زيل أثار الأقدام المؤدية إليه، ثم يسقي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من لبن وغنم هذا القطيع. وكذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط دليلا عارفا بالطريق برغم كونه مشركا. العنصر الرابع أعظم ثمار الهجرة بناء المجتمع المتماسك. من أعظم ثمار الهجرة أنها أسست مجتمعا جديدا قائما على الإيمان والأخوة. فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم على الحق والمواساة وعلى أن يتوارثوا بينهم بعد الممات، بحيث يكون أثر الأخوة الإسلامية في ذلك أقوى من أثر قرابة الرحم. فجعل جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين، وجعل حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة أخوين، وجعل أبو بكر الصديق وخارجة ابن زهير أخوين، وجعل عمر بن الخطاب وعتبان ابن مالك أخوين. وهكذا كان نجاح الأخوة. أحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى استلهام هذا المعنى، فالأخوة الصادقة قادرة على رأب الصدوع وجمع القلوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.